مرحبا وأهلا وسهلا فيكم بعم باخد نفس. مساحة بناخد فيها نفس سوا، منهدي عقلنا وبنمشي خطوة صغيرة باتجاه الحياة اللي بدنا إياها. بهالحلقة رح أفسركن شوي عني، رح أحكيكن كيف بلشت رحلتي مع التأمل. إذا بدي أرجع لأول مرة جربت فيها التأمل كان عمري 22 سنة، كنت أول سنة تعليم لإلي، وإذا بدي أكون صريحة كنت كتير صغيرة. بعض الطلاب كانوا أطول مني، كنت روح على المدرسة بسنيكرز وباك باك ومن دون ميك اب، ما كنت عم ساعد حالي كتير تبين أني أكبر أو أنه عندي هيبة الأستاذة. إدارة الصف كانت تحدي حقيقي، كنت حس أنه الصف مش مزبوط، الأولاد مش هادين، وأنه كل نهار معركة صغيرة. أمي اللي كانت تعلم، أستاذة متقاعدة، كانت تقلي جملة ما بنسيها، كانت تقلي الصف هو انعكاس لعقلك، إذا الولاد مش هادين يمكن أنت مش هادية. بالبداية كنت انزعج من هاي الكلام، بس بعدين بلشت فكر فيه بجدية. من وقتها بلشت دور، أخذت كورسات أونلاين، واحد منهم كان اسمه The Science of Happiness من UC Berkeley Greater Good Science Center. هونيك تعرفت على التأمل، مش كفكرة روحية بل كعلم، كأداء. المركز كان عامل سمر انستيتوت للمعلمين، كان أسبوع كامل، بس صراحة ما كان معي مصاري أدفع حقه، فقدمت على المنحة وما كنت متوقعة شي، وانقبلت. اشتريت تذكرة وسافرت أسبوع واحد، بس هالأسبوع غير حياتي. كل نهار كان في تركيز على قيمة، اللطف، التعاطف، الوعي، الرحمة، التسامح. رجعت على سنة الثانية من التعليم وقررت تجرب شي بسيط. قررت انه بلش كل صف مع دقيقة واحدة من التنفس، عادة بأول حصة، دقيقة واحدة. صدقوني كان شي بعقد، شو فيها تعمل بهدقيقة التأمل؟ دقيقة كانت كافية تتغير طاقة صف كله سوا، تتخليني أنا أهدى، وأكيد للتلاميذ هن كمان يهدوا. بلشت كمان انتبه أكتر لمشاعر الطلاب، بدل ما أقول خلص ركزوا على الدرس، صرت أقول شايفة إنك معصب، بتحب تخبرني شو صاير. كنت مفكرة إنه التعاطف رح يضيع وقت الدرس، بس اللي صار العكس، كنت خلص حصص أكتر لأنه الصف كان مرتاح، مش مكبوت، مش متوتر. اليوم ما عدت درس، بس التأمل صار أداء برجع له مثل ما برجع على البيت. بفترة حبلة كنت أتأمل 3 مرات بالأسبوع على الأقل بصف البرينيرو. بآمن إنه هالهدوء اللي كنت عيشه بفترة حبلة وصل لطفلة، لأنه هو هلأ هادي بطبعه بشكل ملفت. بعد الولادة لما بلشت postpartum anxiety، التأمل كان المساحة اللي فيه اخد فيها نفس وافصل بين الفكرة وبين الحقيقة، وهدي حالي قبل ما أغرق. بالشغل اليوم المايندفولنس بتساعدني انتقل من مهمة لمهمة، كأني عم بلش من جديد بعينين نضاف من دون ما اخد التوتر معي. التأمل مش هروب، هو تدريب انه نلاحظ افكارنا من دون ما نصدقها كلها، انه نهدي جهازنا العصبي، انه نخفف الكورتيزول، انه نحسن تركيزنا وذاكرتنا، انه ننام احسن،
إنه نتعامل مع القلق بطريقة أذكى، إنه نصير أحسن وأحن على حالنا. الدراسات بتفرجي إنه حتى دقائق قليلة باليوم، دقيقة أو 5 دقايق من التأمل بتخلي نفسيتنا تصير أحسن، بتقوي الجزء بالدماغ المسؤول عن التنظيم العاطفي، بتخلينا أقل اندفاعا وأكثر واعيين. بس بعيد عن كل الدراسات، التأمل بالنسبة لإلي كان وما زال المكان اللي برجع فيه لنفسي. إذا في شي بتمنى من هالبودكاست هو إنه أخلق هالمكان لإلكن كمان، مش لنصير ناس مثاليين، بس لنصير أهدى شوي، أصدق شوي، وأقرب لنفسنا. ويمكن كل شي يبلش بدقيقة نفس.